بسم الله الرحمن الرحيم. إني المتهم بقتل الشيخ أبو لؤي العتابي أرشد عويش شمران. أقسم بالله العلي العظيم إني بريء من قتل الشيخ جميل العتابي براءة الذيب من دم يوسف. أخوان، أريد أوضح لكم القضية بالكامل من البداية حتى النهاية. أولا، أنا منتسب وزارة الصحة مركز الشهيد وائل. أداهم خفروا بيوم الأربعاء 19/4 صباحا. انتهت خفارتي ورجعت البيت على دراجتي، ومقابل فرحي الصناعي لاقاني فارس جميل العتابي وشخص ثاني ما أعرفهم سيارتهم عبر الشارع أمامي، ولولا لطف الله كان متت بحادث. ومن نزلت حاكيتهم ليش عبرت الشارع قدامي، تجاوزوا علي بالكلام وصارت مشادة كلامية بيناتنا، وبدأوا يضربون بي غدر اثنيناتهم. ما كنت أعتقد راح يضربوني، كسروا خشمي، واحد ضربني على راسي بخشبة، قوة خلصت من عندهم ومساعدة بعض الناس القريبين. بعدها اجاني والدي ورحت المستشفى للتضميد، وقدمت دعوة مركز شرطة السراي، لكن الدعوة ما كملت، تأجلت بعد العيد. وبعدها حولوني مركز الصحي بالنصر إلى مستشفى الشطرة لوجود كسور بأنفي، ولحد الآن لم أعالجه، علما عندي تقرير يثبت أني كنت مستشفى الشطرة وانطوني موعد العملية. ومن رجعت البيت لقيت الحادث أمامي، تفاجأت مقتل الشيخ أبو لؤي، وعندي كل الأدلة لتثبت ذلك. أنا كنت مو بالحادث، لكن الرأي العام والأجهزة الأمنية اللي تهمتني بالقتل ونشر الصورة الشخصية بدون دليل أبو لؤي، وعندي كل الأدلة لتثبت ذلك. أنا كنت مو بالحادث، لكن الرأي العام والأجهزة الأمنية اللي تهمتني بالقتل ونشر الصورة الشخصية بدون دليل، مجرد أني كنت سبب في بداية الحادث. والله على ما أقول الشهيد. وللعلم أغلب اللي مسجلين ضمن قائمة المتهمين بالقتل هم غير موجودين بالحادث، وكانوا في أماكن عملهم، وتم تسجيلهم من ضمن القتل زورا. وعلى الجهات الأمنية التأكد من المشاركين بالحادث، وليس على أساس صلة القرابة. للعلم أن بيوتنا تم سلبها وحرقها ترويع أهالينا من قبل ذوي المقتول، ولدينا كل الأدلة التي تثبت ذلك. أناشد رئيس الوزراء وأناشد وزير الداخلية خصوصا أن تكون الداخلية لجميع الجهات وليس الانحياز إلى جهة معينة مجرد أن لديها نفوذ. وأناشد محافظ زيقار وأناشد السيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل هذه الأزمة وإيجاد حلول إلها. واللي صورني مجرم وقاتل بدون سبب وبدون دليل أقول له اتقي الله واعرف الحادثة حسب ما سمعت فيها. مثل ما قلت لكم، أنا مستشفى الشطرة، درت عشيرتي باللي صار لي من ضرب من قبل فارس جميل. أرسلت عشيرتي بعض الناس الأخيار إلى الشيخ أبو لؤي ليخبره بما فعله ابنهم تجاوز وضرب، لكن الشيخ أبو لؤي رفض الاعتراف بالتجاوز والضرب وأنكر هذا الشيء، ولم يحترف بالتقاليد العشائرية. فذهب بعض من أفراد عشيرتي إلى بيت الشيخ أبو لؤي لضرب ابنه، وكانوا يريدون أن يضربوا ابنه فارس مثل ما ضربني بدون أي أسلحة. لكن الشيخ هو وأولاده أخرجوا المسدس وبدأوا بالرمي على أفراد عشيرتي، وكاد أن يقتل منهم. وبعد أن علم أفراد عشيرتي أنه واجههم بالسلاح، أحضر بعضهم السلاح للدفاع عن النفس. وفي هذه الحالة كان الشيخ أبو لؤي بين الطرفين، ولم نعرف من قتله، هل هو ابنه أم أحد من أفراد عشيرتي. هذا كله روي لي من أبناء عشيرتي ولم أره. وللعلم والله العلي العظيم قتل الشيخ أبو لؤي لم يكن مقصود، بل كان خطأ ودفاع عن النفس وقع من قبلنا أو من قبل أولاده، وفتن من فتن الشيطان. ولم يريد أحد من أبناء عشيرتي قتله وأطالب كل أبناء عتاب الشرفاء وشيخ عشيرتهم وأبناء المرحوم أبو لؤي أن يجنحوا للسلم. ونحن وأبناء عشيرة عتاب أخوة منذ الصغر، كوننا ربينا معهم في نفس المنطقة، وما حدث كان فاجعة لنا قبلهم، ونحن حاضرين لأي شيء تريدونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.